الاستقرار، كم مرة سمعنا الكلمة دي؟ دايما بيكون مرتبط بمكان، بوظيفة، بحالة معينة، وكأنه حاجة ثابتة لازم نوصل لها. بس هل ده حقيقي؟ لأ، مش حقيقي. الاستقرار مش إن كل حاجة تبقى ثابتة، بالعكس، هو إنك تكون متصالح مع التغيير، مع التقلبات، مع اللحظات اللي بتحس فيها إنك تايه. السنة اللي فاتت كانت بداية مختلفة، كنت داخلة السنة بتوقعات معينة، خطط كتير وأهداف واضحة. بس زي أي سنة التغيير كان حاضر، حاجات اتمسكت بيها وحاجات سبتها، وأدركت إن التغيير مش دايما بيكون اختيارنا. ناس كتير بتشوف إن الاستقرار هو إن حياتك تبقى هادية من غير مشاكل، بس الحقيقة الاستقرار مش في الظروف، هو فيك أنت، في قدرتك إنك تتعامل مع الدنيا وهي بتتغير حواليك، زي الشجرة اللي بتواجه الرياح لكن جذورها ثابتة في الأرض. فالنهاردة وأنا بكمل رحلتي فهمت إن الاستقرار مش نقطة بوصلها، هو حالة داخلية إحنا بنتعلم نعيشها، بتبدأ لما أقبل التغيير وأوصل لراحتي جواه. ساعتها بس هنحس بالسلام حتى وسط الفوضى.